السلام عليكم. نعمل النهاردة بقى شوية بسكوت برتقان بقى بالنشادر. شايفين قبل ما نبتدي كده، شايفين جمال التسوية وجمال شكله. عملت 3 تشكيلات بالأمواس، تسوية جميلة جدا من فوق ومن تحت وهش. شايفين هش ازاي؟ السلام عليكم. هنعمل النهاردة بقى بسكوت النشادر بنكهة البرتقال. اهم حاجة اختيار الدقيق. الدقيق لازم يكون فاخر، بلاش تجيبوا الدقيق السايب. يا اما اللي مكتوب عليه الدقيق الكيك الفاخر او دقيق الكعك والبسكوت او جميع الاستعمالات. انا هستخدم النهارده سنبلة الفرات. بصراحة انا اول مرة استخدمه، انا كنت دايما بستخدم الضحى، بس لقيت كتير بيشكروا في سنبلة الفرات فقلت اجربه وان شاء الله يطلع كويس. فمعانا كيلو دقيق، معانا 4 بيضات، وطبعا الفانيليا. وعشان نكهة البرتقان انا هنا ده قشر البرتقان، بس مش القشرة كاملة، انا بجيب قشرة البطاطس واروح كحته كده القشرة البرتقان الخارجية، وفردتها في صينية وحطيتها سبتها في المطبخ لغاية ما نشفت لوحدها، ما دخلتهاش الفرن ولا حاجة. بعد كده طحنتها في المطحنة. وهنا معايا نص كوباية عصير برتقال، ومعايا هنا كوباية زبدة كبيرة، هكتب لكم في المقادير كام بالجرام كام. ومعايا طبعا بيكنج باودر، ومعايا النشادر، بس انا الحقيقة مش عايزة اطلع النشادر من الكيس علشان ريحتها، بس انا اختبرتها ولقيتها كويسة، عشان لما بنفتحها ونسيبها بره فترة ريحتها بتروح او مفعولها بيروح. وطبعا عندي هنا السكر، هاخد ده سكر ناعم الحبيبات فمش لازم نطحنه، هو هيدوب في البيض دلوقتي. هناخد منه كوباية ونص. نبتدي بقى بسم الله. والبيض، البيض طبعا انا غسلاه، فلو قشرة وقعت ولا حاجة مفيش مشكلة ان احنا نشيلها لان انا غسلاه. البيض هنا اكتفي ب4، لو البيض صغير حطي 5، بس انا البيض اللي انا جايباه ده ما شاء الله كبير مش صغير. نحط الفانيليا، هحط معلقه يعني تقريبا كده. الفانيليا دي خام قويه فهحط منها نص معلقه، المعلقه الكبيره هحط منها نص. ونضرب البيض الاول شويه كده بالمضرب السلك او المضرب اليدوي يعني. بعد كده السكر، كوبايه، بس الحاجه اتملت قوي، المفروض ما املاهاش قوي كده، والنص. ونخفق شويه لغايه ما نحس ان السكر بدأ يدوب. الحقيقه انا كنت كل الحاجات دي بعملها على عجان بتاعي، بس للاسف باظ. وديته هو كنود، وديته الصيانه، قالوا لي ده قديم قوي مفيش مواتير دلوقتي. انا العجان ده عندي بقاله 45 سنه، كان جوزي الله يرحمه يا حبيبي جابهولي لما حملت في ابن الاولاني مؤمن، جابهولي هديه. من ساعتها وهو شغال وهديته شغل، بس للاسف جايه بقى بشغله اخر مره ما اشتغلش.
يلا ان شاء الله نشوف عجان غيره، لان انا الحقيقه دلوقتي ما بقتش بقدر اشتغل بايدي. اجيب بقى عصير البرتقال، احط عليه معلقه كبيره من نشادر، بس تكون ممسوحه، يعني معلقه اللي بنقول عليها مساح اهي. هو الحقيقه كان لازم ادفي العصير شويه، بس هو الحمد لله فار اهو. ندوبه بس كويس، لان انا عصرت البرتقال ونسيت ادفيه شويه، بس يعني ما شاء الله فار اهو. نحاول برضو نقلب عشان لو لسه في شويه سكر ما دابوش يدوبوا. وادي كوبايه السمن هسيحها ونكمل ان شاء الله. اسيحها. سيحت الزبده، دي زبده بلدي بقري. نحطها بقى ونكمل خفق. هو احنا مش عايزين نعمل. نحط كمان بشر البرتقال، انا نخلته طبعا عشان يبقى ناعم، هيدي نكهه ولون جميل قوي للبسكوت. طبعا لازم ننخل الدقيق. نحط البيكنج باودر، هاخد هنا لا دي كتير ده، انا هاخد بس نص معلقه كبيره كده، نص معلقه. هقلب الاول بالمضرب، وبعدين لما هي تتقل العجينه هقلب بايدي. الحقيقه انا نسيت اوزن الدقيق، لانه في شركات بيبقى الكيلو مش مظبوط، فهنشوف. فانا نسيت اوزنه الحقيقه. من بقيه الدقيق بكمل عجن بايدي. طبعا احنا مش بنعجن، احنا بنشرب بس السوائل، او نشرب الدقيق بالسوائل. بصوابعنا كده، بصوابعنا نلف كده لغاية ما السوائل بتاعتنا تتشرب الدقيق كله. او الصح ان الدقيق هو اللي يتشرب السوائل. بسم الله. اظن مفيش اسهل من كده بسكوت. البسكوت ده اللي كانت امي الله يرحمها بتعمله طول عمرها وتعلمناه منها. في بيعملوا نفس الطريقة بس بالسمنة، لا هي كانت بتعمله بالزبدة. وقتها لا كان في بقى نيوزيلندي ولا كان في حاجة، كانت هي مفيش غير الزبدة الفلاحة اللي بتجيبها لنا الست بتاعت اللبن. ما شاء الله المقادير مظبوطة جدا، مش محتاجة أي حاجة. طبعا انت ما تختبريش العجينة بإيدك اللي فيها عجينة، اختبريها بإيدك النظيفة. اهي شايفين.
عجينة مظبوطة وجميلة جدا وبتقطم اهي ما بتمطش. هنضف ايدي والم العجينة وارجع لكم. انا فضيتها هنا في البولة دي عشان اغطيها واسيبها ترتاح شوية. ونحضر السجان هدهنها بسمنة بلدي عشان دهان السجان بيظهر في طعم البسكوت، فلو دهنتيها بزيت هتضيعي طعم الزبدة البلدي اللي انت حطاها. فالافضل انك انت تدهنيها بسمنة بلدي. بشوفكم ان شاء الله ما نحضر السجان. ادي السمنة اهو هدهنها بالسمن